يلا نعمل مع بعض النهاردة خبزة مناسبة لمقاومة الأنسولين، سهلة جدا واقتصادية وطعمها حلو جدا مشبعة. أول حاجة عندي هنا 200 جرام من العدس، هضيف ليهم مية وهنقعهم من بالليل للصبح. بعد كده هغسلهم واتخلص من ميتهم وهحطهم في الطبق اللي هجهز فيه الوصفة. هضيف ليها هنا معلقة من زيت الزيتون، كمون، بصل بودر، توم بودر، أي منكهات حابين تضيفوها. ضفت ليها كمان نص معلقة من البيكنج صودا، ربع كوب من المية، معلقة من الخل وملح. هضربها، وأثناء الخلط احتاجت معايا 3 معالق كبار من المية. بعد كده هضيف ليها 3 معالق كبار من قشور السيليوم، وعلشان تعرفوا ايه هي بالظبط اقروا المكتوب أسفل الفيديو. هضيف ليها هنا زعتر وشوية من حبة البركة واليانسون علشان يكون طعمها حلو، وهسيبها على جنب لمدة نص ساعة. هجهز بذور صحية علشان اغطي بيها الوش، والبذور الصحية مهمة جدا لموازنة الهرمونات. هشكلها وزي ما انتوا شايفين بتتشكل بمنتهى السهولة. هحطها في البذور وبعد كده هرصها في صينية، هدخلها الفرن تستوي، وهسيب ليكم التفاصيل في صندوق الوصف. لو محتاجين اي سؤال اكتبولي تحت الفيديو. جربوها وبألف هنا.